عاوزاكي تتخيلي دماغك بالشكل ده. هتعرفي تشوفي وتوصلي لقرار صح؟ ده بالظبط سؤال القرار بتاع النهارده اللي هنطبق عليه الكات ميثود. السؤال بيقول ايه؟ تعبت من متابعة السوشيال ميديا ومش قادرة أمنع نفسي. أوقات يبقى نفسي أرتبط وأعمل أسرة وبيت، وأوقات تانية أحس إني لازم أبقى مستقلة ومحدش يتحكم فيا وخايفة الوقت يسرقني. بس أنا فعلا بتأثر بالبلوجرز وقصص الحب اللي بتفشل والحوادث اللي بنسمعها. حاسة الصورة قدامي ضبابية ومش عارفة أقرر أمشي في أي اتجاه. طيب تعالوا نمشي واحدة واحدة بخطوات الكات ميثود، ونبدأ أول خطوة بالكلاريتي. ده بالظبط اللي بيحصل من متابعة السوشيال ميديا. مش هقولك بطلي تتابعي السوشيال ميديا، ولا هقولك ده صح ولا غلط، بس هقولك حاجة بسيطة خالص. السوشيال ميديا جزء من الواقع وكلنا بنتعامل معاها، بس اسألي نفسك أسئلة بسيطة لما تقري أي قصة أو تسمعي أي خبر. هل القصة دي أنا أعرف كل التفاصيل بتاعتها؟ يعني أعرف فلان عمل كده ليه، فلانة عملت كده ليه، أعرف كل التفاصيل اللي في الخلفية اللي أنا مش شايفاها. عشان أوقات كتير، وده غالبا اللي بيحصل، اللي بيوصلوا لنا مشهد عاوزيننا نصدقه، لكن الحقيقة إيه دي يعرفها أصحاب القصة نفسهم. العلاقات زي الباب المقفول، ما ينفعش أحكم، أو زي البيت المقفول ما ينفعش أحكم عليه من بره من الباب بس. لا، أنا محتاجة أتأكد أنا شايفة التفاصيل اللي في الخلفية اللي ما حدش قالها لي. فقبل أي موقف اسألي نفسك، أو قبل أي حاجة تقريها سواء كويسة أو وحشة على فكرة، اسألي نفسك هل أنا شايفة الصورة كاملة؟ عندي التفاصيل كاملة اللي أنا متأكدة منها؟ نقطة كمان، قولي لنفسك دي قصتهم مش قصتي، بمنتهى البساطة. طيب نقطة كمان، الالاينمنت. لو سكتت كل الأصوات دي والسوشيال ميديا وكل حتى مش بس السوشيال ميديا، أي حكايات بسمعها حواليا سواء إيجابية أو سلبية، لو سكتت كل الأصوات دي، أنا عاوزة إيه؟ أنا يهمني إيه؟ أنا محتاجة إيه؟ ولو مش عارفة تحددي أنت عايزة إيه، اسألي نفسك أنا مش عايزة إيه؟ إيه اللي أنا مش مهم بالنسبة لي؟ إيه اللي أنا مش عاوزاه يبقى موجود في حياتي في الفترة الجاية؟ ادي نفسك فرصة انك تجاوبي، لانه السؤال ده هو اللي هيوصل لك الصورة الواضحة اللي تاخدي بيها قرارك. اخر خطوة بقى التراست مش هتيجي غير بناء على ان انا باخد خطوات شبهي، باخد خطوات ولو بسيطة. نقطة كمان، ان اوقات كتير بتتسرب لنا الافكار والمعتقدات من المتابعة بشكل غير واعي، فمحتاجة ألاحظ نفسي، يعني هاخد وقت ان انا ألاحظ نفسي. لما تسألي نفسك قبل اي اختيار او قبل اي فكرة بتدور في دماغك، الفكرة دي شبهي ولا لا؟ ده صوتي فعلا ولا لا؟ انا عاوز اعمل كده ولا لا؟ انا مقتنعة بده ولا لا؟ يوم بعد يوم هتلاقي نفسك وكأنك كده بتفكري نفسك بالفلتر اللي بنستخدمه عشان ننقي المية. يوم بعد يوم هتلاقي نفسك تأثير السوشيال ميديا عليكي ما بقاش زي الأول. ليه؟ لأنك بقيتي حاطة فلتر، أصدق ده ولا لا؟ ده يناسبني ولا لا؟ أنا متأكدة من ده ولا لا؟ بمنتهى البساطة لما تلاحظي نفسك يوم بعد يوم بتسألي نفسك الأسئلة دي، هتلاقي يوم بعد يوم الصورة بتوضح قدامك. ما بقاش سهل إن أي كلمة أو أي فكرة تدخل وتشوش رؤيتك لأي قرار بتاخديه. ليه؟ لأنك بقيتي تلاحظي وبقيتي واعية إن الفكرة دي أو القصة اللي بتتقال دي في تفاصيل كتير انت ما تعرفيهاش، وعشان كده محتاجة الثقة تتبني على إن أنا شايفة الصورة بوضوح، مصدقة صوتي، عارفة أنا عايزة إيه وإيه اللي مناسب ليا، وده هيجي خطوة بعد خطوة. طبقي الخطوات والأسئلة دي بالترتيب، وإن شاء الله الصورة الضبابية هتلاقيها وضحت يوم بعد يوم.